السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل كلاوي وكبده وان شاء الله الفيديو يعجبكم. دي كلاوي يا جماعه متلجه او كان نفسي فيها فجبتها، الصراحه ما عجبتنيش خالص. آه، انا زمان الله يرحمه والدي كان لما بيذبح بنعمل العليقه بتاعه الخروف دي، يعني كلاوي والقلب والكبده والفشه بنعملها كده، الصراحه كان طعمها بيبقى جميل قوي. فانا من زمان ما اكلتش كلاوي. وجبتها بقى متلجة، يا ريتني جبتها بلدي مثلا كان طعمها يبقى زي اللي انا متعودة عليه. لا، جبتها متلجة وكان طعمها وحش جدا. هو الراجل قال لي اسلقيها قبل ما تعمليها، فسلقتها قلبت ريحة الشقة كلها، الصراحة ريحتها كانت فظيعة. وشطفتها، يعني شطفتها وسلقتها وعملت لها كده الحباش مع الكبدة، ما عجبتنيش خالص. هنا مقطعه فلفل الوان وتوم للكبده. هنا بحب ادي التوم والفلفل كده تشويحه قبل ما انزل بالكبده. هنا مزوده عشان هاخد شويه للكلاوي. الصراحه مفيش احلى من الحاجه البلدي، في فرق كبير بين الطعم ده والطعم ده. حتى الكبده برضو، انا الكبده جايباها متلجه، في فرق يعني كبير بينها وبين البلدي. انا طول عمري بجيب بلدي ومتعوده من صغري على الحاجه البلدي، بس يعني من سنتين كده جبت الكبده لقيتها زفره مرتين ورا بعض. فخلاص في البيت كرهناها بقى، مش عايزين ناكل كبده بلدي تاني. فبقيت بجيب المتلجه، مره تطلع حلوه مره تطلع طعمها مش قد كده. قلت بقى اجرب الكلاوي، ندمت الصراحه اللي عملتها. انا كنت متردده اول ما فتحت العلبه كده لقيت ريحتها زفره جدا. كنت متردده، بس الراجل قال لي اسلقيها وهتبقى كويسه، بس الصراحه ما عجبتنيش. هنا بقى لما حمرت شوحت كده الفلفل شويه، اخدت شويه للكلاوي ونزلت كده بالكبده، وحطيت التوابل فلفل اسمر وكمون وملح. ما شاء الله الدقه دي بتخلي الكبده طعمها ما شاء الله يبقى طعمها حلو. بس انا برضو عند رايي يعني مفيش احلى من الكبده البلدي. هنا بقى بوريها لكم. هنا كانت خلاص بعد ما سلقتها، والحمد لله ما كنتش جايبه كتير، يعني كنت جايبه ربع كيلو، فالحمد لله. حبيت بس اقول لكم عشان اللي عايزه تجربها وما جربتهاش قبل كده بنصحك ما تجيبهاش. بس انا طول عمرنا واحنا صغيرين متعودين على البلدي، والصراحه طعمها بيبقى تحفه. والكبده هنا شوحتها كده لحد ما تستوي. جبت بقى عيش فينو، اليوم ده ما عملتش اكل فيه فقلت كده اعمل اكل سريع. جبت بقى عيش فينو، كان عندي مخلل واليوم عدى والحمد لله. هنا خلاص الكبده داخله على السوا، وحمرت بطاطس. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.